اهلا بيكم في برنامجنا اسكندريه المواهب. وموهبتنا النهارده طفله عمرها 12 سنه، بتكتب شعر، بتكتب قصه، بتمثل وبتغني. مريم اهلا بيكي في برنامجنا النهارده. انا بحضرتك كده. تحبي تعرفي نفسك للساده المشاهدين؟ اتفضلي. انا مريم فؤاد، عندي 12 سنه، في سنه 6، عايشه في اسكندريه وبحبها. بتكتبي شعر وبترسمي وبتكتبي قصه، بتعرفي تمثلي وبتغني. طيب احب ابتدي معاكي بكتابه الشعر. بداتي امتى تكتبي الشعر؟ وانا عندي 7 سنين يعني. ابتديت ادخل في الندوات الشعريه، وابتديت اكون بسمع شعر كويس واعرف اقيمه، اعرف انا الشعر كويس وانا الشعر مش قد كده. غير كده كنت بسمع اغاني مؤلفه من شعراء وزجل. على 8 سنين كنت الفت شعر، بس طبعا مش موزون، هو شعر يعتبر حر. طب انت فاكره اول حاجه انت كتبتيها؟ طب ممكن تسمعيها؟ قصيده بعنوان مصر ام الدنيا. بتقول: انا في عالم خيال وملاك، وطايره في السما بجناحات، وشايفه سحابه على شكل قلب. انا كيوبيد وبضرب سهم يجي الحب. انا عروسة البحر وشايفة بيرم ودرويش. انا كليوباترا بنت الهرم والنيل. انا بيرم احس بالناس واكتب كلام من القلب. انا درويش وامسك لهم عودي واعزف لهم احلى الانغام واغني لهم احلى كلام. انا مصر ام الدنيا. الله، جميله يا مريم، هايله. انا عارفه ان بابا شاعر وشاعر كبير كمان. يا ترى بابا كان ليه تاثير عليكي في كتابه الشعر؟ اكيد هو بابا هو اللي دخلني مجال الندوات، وهو اللي فهمني الشعر وعرفني الناس شعراء، وهو اللي معرفني بيرم ودرويش. تمام. وغير كده طبعا كان بيقولي دي كويسه دي مش حلوه، يعني كان بيعرفني ايه اللي اقوله وايه اللي مقولش. كاتبه في مجال ايه تاني؟ كاتبه رومانسي. رومانسي وانتي في السن ده؟ يحصل. جميله. طب ممكن تسمعيني حاجه رومانسي؟ قصيده بعنوان بنت وولد. بنت وولد اتجمعوا في شباك امل، شايلين الامل في قلبهم، ماشيين في سكه حبهم، حالفين يعيشوا عمرهم وسط الحمام. حب وسلام عقلهم لسه يدوب. بنت وولد. جميله يا مريم، هايله. طيب بالنسبه لبقيه المواهب، انت قلتيلي انك ليكي تجربه في كتابه قصه. حقيقي. جميل قوي، انت جايباها معاكي. طيب ممكن يعني تقولها لنا في ايجاز؟ هو انا جايبه جزء منها صغير. هي بتحكي عن اميره يوم زفافها كان ده ميعاده يعني، فاللي حصل ان الامير اختفى ومش لاقياه، فهي بقى هتعيش في رحله طويله تدور عليه، وفي الاخر هتكتشف انه اساسا مش موجود. بس هيكون الصدمه كبيره يعني في المراحل اللي هتحصل لها طول القصه، وهتكتشف ان في حد بيحبها وهي متعرفش، وهتكتشف اسرار كتيره خارج القصر عمرها ما عرفت، او عمرها ما عرفت ايه الحياه اللي بره القصر. جميل، هايله قوي يا مريم، جميله. جاتلك منين فكره القصه؟ هو الحقيقه هو القلم وساعة ما بيكتب ما بتعرفيش لو جات الفكره منين. جميل. وانت كمان انا شايفاكي جايبه شهادات تقدير حصلتي عليها وانت في المدرسه. كانت علشان ايه شهاده التقدير دي؟ دي علشان الاذاعه المدرسيه. كنتي بتشتركي في الاذاعه بقى، بتقدميها ولا بتقولي حاجه؟ لا، كنت بقول شعر. انا معتمده في الاذاعه في الشعر. في الشعر دي لما كنت في سنه 5. ودي شهاده في الرسم والتشكيل كانت في سنه 4. تمام. ودي برضه شهاده اذاعه. جميل قوي يا مريم، انتي هايله. انا كمان اعرف ان انتي ليكي تجربه تمثيل.
هي لسه يعني. لا بس كان في وكمان عملتي دور فلاح مش كده؟ ايوه. طب ممكن تكلمينا عن الدور اللي انت عملتيه؟ هو كان دور بنت مصرية فلاحة طالعة بتقول لمصر بحبك وبعشق ترابك. لا بس احنا عايزين بقى باللهجة الفلاحي اللي انت قلتيها. هو الحقيقة معرفتش اتدرب على اللهجة الفلاحي لاني كنت بتلخبط فيها، فقالوا هتقوليها باللهجة المصرية. تمام. فانا قلتها باللهجة المصرية، بس انا طلعت كنت حاسة بجد ان انا بحب مصر، وحسيت لأول مرة اني بعشق ترابها، وبجد لأول مرة احس ان ترابها غالي عليا قوي. جميلة جدا. وكمان ليكي تجربة في الرسم، ممكن توريني؟ هنا انت رسمة ايه؟ ممكن تشرحي لنا؟ سبونج بوب كانوا طالبيننا هو مننا في المدرسة. ده موضوع يعني مش انت اللي عاملاه، المدرسة هي اللي طلبته مننا. اه بس لو في حاجات انا عاملاها من التشكيل. طب يا ريت. ده بقى موضوع يعني بيعبر عن ايه؟ ممكن تشرحي لي؟ عن كرم المصريين للسائح. تمام جميل. هنا المصري بالزي بتاعه، الزي الاصيل يعني. ايوه. وديت المفروض السائحة. طب دول ايه؟ دول بقى انا جايباهم دول من كتاب عربي من سنتين، قصقصتهم وحطيتهم. فانا رسمت العربية دي وولد ابنها هو وبنتها بيجروا بقى على البيت، فيعتبر هي بتدي للفلاح بالفلوس، فهو لا بيقول لها لا المرة دي علينا ده انت ضيفة وكده. جميل جدا. يا ترى في حد علمك بقى ولا انت كده مع نفسك؟ يعني في حد بيرشدك انا الحقيقة في البيت ما كانش فيه موهوبين الرسم، ما كانش عندهم موهبة الرسم، كان فيه موهبة الشعر لكن ما كانش فيه موهبة الرسم، فانا كنت بجيب من عندهم. بعد كده في سنة افكارك هي يعني افكاري من سنة رابعة ابتدت تدخل لنا ميزة الرسم، فما جت لنا ابتدت تعلمنا الالوان، يعني ازاي تختاري الالوان وازاي تدخليها مع بعض. ايوه بالظبط كده، يعني علمتني التدرجات دي. جميل. وكمان ان الوان الشمع اللي بنطبعها دي سندريلا. طيب هتفرجينا حاجة كمان؟ دي بتاعت السنة دي. انا عملتها بمناسبة العام الجديد. العام الجديد الدراسي. العام الدراسي بس انتي مش رسمة تلميذة او مدرسة او حاجة. انا شايفاكي رسمة ايه دي بقى؟ يعني دي بتمثلك ايه؟ مش تنمى ورانا. تنمى ورانا دي بالنسبة لأي بنت تلميذة تعلم تنمى ورانا دي تتعلم حاجات كتيرة، فانا حسيت ان هي دي بالنسبة لأي بنت تلميذة. تمام. ان هي في الماء اتعلمت حاجات كتيرة، فالبنت كده بقى الموضوع بيبقى حقيقة. جميل. طب ممكن تورينا حاجة كمان؟ دي 6 أكتوبر. جميل. انا مش فاهمه بقى، يعني ممكن تشرحي لي ايه البني ده؟ انت تقصدي بيه ايه؟ انا كنت لسه في سنه ثالثه لما رسمت الرسمه دي. جميل. وانت صغيره في السن ده؟ حلو قوي. فرحت طالعه بحاجه واحده، ما عملتش مراكب بقى، يعني ما عملتش المفروض اعمل. انا كان قصدي ان الجندي المصري نزل علم اسرائيل ورفع علم مصر وبقت شمس 6 اكتوبر. حلوه قوي. جميله برافو عليكي. طيب اخيرا بقى هتورينا اخر حاجه انت عملتيها في الرسم. انا كنت بتفرج على التلفزيون، لقيت برنامج كان بيعلم ازاي تستخدمي الخيط، بس كان بيعمل خروف العيد بطريقه كده، فانا رحت قلت طب ما انا اعمل اراجوز. حاولت على قد ما اقدر امسك صوف من صوف مامتي وقعدت الزقه عمل لي الالوان دي. طب حلو قوي. جميل قوي. لا برافو عليكي. جميله جدا وفيها فكره جديده. دخلتي الرسم مع الخيوط، مزجتي الاثنين مع بعض فطلعت لوحه جميله جدا. طيب مريم، انا ممكن اسالك سؤال؟ انت بتتمني تطلعي ايه لما تكبري؟ عالمه جيولوجيه. مره واحده. طب وبالنسبه للفن اللي انت موهوبه في حاجات كتير فيه؟ هو انا موهوبه بس انا عايزه اطلع عالمه جيولوجيه. طيب اخيرا بقى الموهبه الاخيره اللي انا اعرف ان انت هايله جدا فيها الغنى. ممكن تسمعينا حاجه؟
لولا الملامة يا هوا لولا الملامة لفيت جناحي عالهوا زي اليمامة لولا الملامة يا هوا لولا الملامة لفيت جناحي عالهوا زي اليمامة مع وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى وأنا بخاف الملامة وأنا بخاف الملامة وأحمل الملامة. الله عليكي، جميلة يا مريم، جميلة، صوتك جميل كمان. قولي لي بقى يا مريم، ايه هي طموحاتك لمصر والوطن العربي؟ أنا نفسي إن مصر تقوم وإن شبابها يساعدوها وأنا لما أكبر هساعدها. نفسي إن الوطن العربي يتجمع. أنا نفسي في حاجات كتير. كانت معانا النهارده موهبة جميلة، طفلة لها مستقبل إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة من اسكندرية المواهب.